بيحاول جوش ياخدها على قد عقلها ويقولها شكل الوعي أثرت على مخك ولا ايه. وهما بيتمشوا كده مع بعض بيلاحظ جوش بنت بتكح جامد جدا وبيروح ينقذها، وبتطلع هي نفس عارضة الأزياء اللي جوش كان بيبص عليها. تعجب بجوش جدا سبحان الله، ونتل في حالة من الصدمة. ده ايه الحياة الجميلة دي اللي مفيهاش أي غلطة، حاجة تغم النفس يعني. وبترجع تاني عند محطة القطر وبتطلب من حد يسرقها عشان ترجع لحياتها المعفنة تاني. ولما بتفقد الأمل بتقرر إنها تنتحر عشان تفوق بقى من الحلم اللي هي عايشة فيه. وبتلاقي ظابط مسكها وهي مفكرة إن هو بينقذها مع حياة مثالية بقى، ولكن بيعرفها إنه هيقبض عليه عشان دخلت من ورا الأمن. وبيبقى مطلوب منها تكلم حد بس عشان يجي يخرجها. ساعتها بيجي في بالها رقم مدير الفندق، وكانت الأرقام ملخبطة على الوردة، لكن بتقول بما إن فيلم رومانسي لازم يبقى فيه شوية مشاهد أوفر كده، وبترمي الورد وبينزل على الرقم بالظبط. وبتكلمه وبيجي يخرجها وبيطلب منها يخرجوا في موعد لأنه معجب بيها جدا وعايز يتعرف عليها أكتر.